فقضية المعرفة معلوم أنها من بين الوظائف الأساسية للجامعة المغربية إلى جانب إنتاج القيم وتأهيل وتخريج الكفاءات والأطر والقيادات المجتمعية التي يحتاجها المجتمع في مختلف الوظائف. ومعلوم أن الوظيفة الأساسية للطالب المغربي تتمثل في البحث عن المعرفة وفي الوصول إلى المعرفة وفي إنتاج المعرفة. ومعلوم أن أساس أي حضارة أساس أي دنيا إنما هو ينبني على المعرفة. والجميل أن يتم تدويل هذه القضية في محطة المنتدى التي نعلم جميعا أنها محطة تكوينية، محطة تواصل، محطة تأهيلية بامتياز. أنا لمنظمة الجديد الطلابي أن تفتخر أنها ترعى أكبر تظاهرة ثقافية وأكبر تظاهرة تواصلية وأكبر تظاهرة يجتمع فيها المختلفون وأصحاب المشارب المختلفة على مائدة واحدة للمطارحة الهادئة العلمية في قضايا الشأن العام، في قضايا الطلابية. الرمزيه ديال الاحتضان المحطه 16 في مكناس، في الموقع الصامت ديال مكناس، هي اولا تتويج واحد المسار نضالي معين للحركه الطلابيه المغربيه داخل مكناس بقياده فصيل البحث والتواصل ومنظمه الجديد الطلابي اللي سبق له احتضن المحطه ديال المنتدى الوطني يعني قبل 10 سنوات، وسبق له ايضا احتضن المحطه الاولى سنه 1998. اذا هي محطه نوعيه كتجسد الوعي ديال الطلبه والانخراط ديال الحركه الطلابيه المغربيه في القضايا الاساسيه ديال المجتمع. المنتدى الوطني كنتكلموا على رياده الرياضه، كنتكلموا على محطه شامله لكل المناشط ديال المنظمه، كل الوظائف ديالها، حيت مهم حتى للجهود البشريه، حتى للطاقات البشريه اللي الحمد لله هذه المحطه هذه كتكون فرصه لاخراج اجود المنتوجات ديالها الفكريه والبشريه، وايضا كتكون فرصه لصقل المواهب، للزياده في القوه التواصليه مع كل اطراف الشركه، مع كل الهيئات المتواجده في الساحه الجامعيه، سواء العمادات، الرئاسات الى غير ذلك، ايضا الجمعيات ديال المجتمع المدني، كل الهيئات الرسميه. هذه فرصه حقيقيه للتواصل معهم كما قلت لاخراج اجود المنتوجات ديال الطلبه. اذا لدينا رغبه على الطلبه ان يتنظموا لكي تكون لهم تمثيليه في الجامعه، في احياء الجامعه، في كل المجالات، بل حتى المقاصد التي موجوده داخل الجامعه تريد ان تسير من طرف الطلبه. هذا هدفنا لادراج لكي يتحمل الطالب مسؤولياته داخل الحرم الجامعي وداخل الاحياء الجامعيه، لان نعد طالبا مسؤولا خارج الجامعه. اذا لم يكن مسؤولا داخل الجامعه كيف سيتحمل مسؤوليه خارج الجامعه؟ الانعقاد ديال المنتدى الوطني للحوار الابداع الطلابي بالثوره ديالو في الناس عنده رمزيه خاصه هذا السنه، رمزيه خاصه بالنظر من العديد من الاعتبارات. الاعتبار الاول هو مرور عشريه كامله تمام الكمال على هذا الفصل الجديد من الفصول ديال الحركه الطلابيه المجدده في شخص منظمه الجديد الطلابي اللي ضافت واحد الاضافه نوعيه حاسمه في التاريخ ديال التطور ديال الحركه الطلابيه، اللي فعلا قدمت واحد الجديد على مستوى القضايا اللي كتناول الحركه الطلابيه، على مستوى الخطاب اللي كتبناه هذا الفصيل من مكونات الحركه الطلابيه، وعلى مستوى المنهجيه ديال مقاربه العمل الطلابي، وعلى مستوى نقل الاهتمام ديال الطلاب الى مستوى اخر في النظام العام